اختلاف النفحات بقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عليكم في أيام دائم نفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فنحن في أيام مباركة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته الشاملة الجامعة في آخر يوم من شعبان، والتي رواها لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه يوم فيه ليلة خير من 1000 شهر. والآن مع خير الكلام وخير الكلم في شهر القرآن مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ أحمد محتاجي فليتفضل. عليه بس انت كده ادركيك يا عم الشيخ الله يبارك فيك. انا اتفضل فيك. هذا عذب فرات
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق وهو الذي خلق وهو الذي خلق خلق من الماء بشرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق وهو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إلا مبشرا ونذيرا
جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذا موطن كلام. نعم ما تغيرش المقدر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا من أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابنا كان
بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ونسأل الله مجدا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالذات عند جزائه اولئك اهل الله وصفه لنا اولو البر والاحسان والصبر والتقوى اولئك بها جاء القران سيدنا الشيخ الشرقي يقول يا ايها الطالبين بس يا ايها الطالب له فانك مش حد يقرا بالقران ليقرا بالقران مجدا له كعند ربنا سيد وعز الروح وشوفك انت من اهل القران اذا كنت انت من اهل القران بيقرا القران معك مجدا له في كل حال وربنا شديد الاحترام له في كل حال مبجلا شديد التعظيم له هنيئا مريئا والداك
بيقرأ